السلام عليكم. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم على كل الأهلاوية في مصر وكل الشعب المصري بخير. إن شاء الله كل يوم هنعمل لكم في رمضان فيديو يومي لأسطورة من أساطير النادي الأهلي، وإليكم المايسترو صالح سليم. صالح سليم القائد، زينة الرجال، الأب الروحي للنادي الأهلي. سنوات طويلة على الرحيل منذ 2002. رحمة الله على القائد والأب الروحي للنادي الأهلي كابتن صالح سليم، أعظم لاعب في النادي الأهلي وأسطورة كبيرة للنادي الأهلي. حصد الكابتن صالح سليم 11 بطولة دوري من 15 بطولة دوري شارك فيها، وحصد الكابتن صالح سليم على 8 كاس مصر مع النادي الأهلي، وكمان حصد لقب كاس الجمهورية العربية عام 1961، وانضم للمنتخب الوطني عام 1950 وكان قائد المنتخب وقتها. وحصل مع المنتخب الوطني المصري عام 1959 ببطولة كاس الأمم الأفريقية. وسجل الكابتن صالح سليم في مسيرته الكروية 101 هدف، ومنهم 9 أهداف سجلها في النمسا عندما كان محترف مع فريق جراتس في النمسا، وأحرز 92 هدف مع النادي الأهلي في بطولة الكاس والدوري. ثم بعد اعتزاله تولى النادي الأهلي لمدة 9 سنوات متتالية، وحقق فيهم 53 بطولة ما بين الدوري والكاس. رغم وفاة الكابتن صالح سليم إلا أنه بيحتل مكانة كبيرة عند جمهور النادي الأهلي جوه قلوبهم، وما زال حي بين جماهير النادي الأهلي، وذكراه تملي تخلد. تملي هو القائد الأمين على النادي الأهلي، وما ننساش كلمته الشهيرة: الأهلي فوق الجميع.